we need a little more depth in it. We need to be more critical of what is going on, because our society is being driven into a places where we are not going to be very thankful in the future, especially with our younger generation. You look around and you don't see the youth. What happened to our youth? What are we doing in order to make sure that our youth are not going to end up in Shwokin or other places? This is really the big question that I am posing today. Once again, I ask you to please reach out to your friends and families and make some donations to Midrar. We're going to be meeting again very soon on this project and other future projects. Ladies and gentlemen, I don't need to introduce our next speaker other than saying his name. He is our spiritual leader. Please welcome to this podium His Eminence, Sheikh Abdul Latif Berri. بعد الصلاة على محمد. Excellent, Ustaz Osama Siblani, to concentrate on the very important issues, especially about youth and the new generations. This is a very important, and also Professor Talal Torfa, excellent what he has said about the addiction and about also the new generations. It's very important. I talk many times to work together, especially teachers and thinkers of this community, to sit together try to figure out what is the value we will face in the community and also in the society and during the future. As much as we discover the values we will face in the future, as much as we can work in advance to do how to control these values, how to encourage these values, or how to deal with these values. It's very important for all of us, especially for the imams, thinkers, teachers, etc. It's why I said it's important to make a special group for the community to concentrate on all these things. Anyway, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, Allah said in the Holy Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. يشرف هذا المشروع الاستراتيجي في مدار الشرق الأوسط،
خصوصا بعدما تحدثت أكثر من مرة مع أكثر من مفكر ومحلل في الجالية وخارج الجالية أننا يجب أن نشتغل وندقق لنستكشف ما هي القيم التي ستطفو على السطح في المستقبل القريب والبعيد في الجالية أولاً، وفي أمريكا ثانياً. أن نضع في الجالية أو في أمريكا أو في الشرق الأوسط أو في العالم لنهب جميعاً مشايخ ومفكرين وفلاسفة وعلماء ورجال إصلاح وأساتذة ومربين لكي نصنع العواصم التي تمنع تلك الظواهر أن تتفشى وتعم في الجالية أو في أمريكا أو في الشرق الأوسط أو في العالم. أن نعمل لذلك سوية، وهذا أمر استراتيجي مهم. ضربت مثلا على ما سيبدو وسيطفو على السطح خلال السنوات ال50 المقبلة في أمريكا على الأقل. ستضمحل ظاهرة الزواج، ستضمحل لمصلحة الإباحية الجنسية، وهذا الأمر سيعم في العالم أكثر فأكثر. ستفشو ظاهرة المخدرات وسيتم تقنينها وقبولها أكثر فأكثر من الآن حتى عشرات السنين في أمريكا وفي العالم. أيضاً ستفشو وتتنامى ظواهر اللهو وما إلى ذلك أكثر فأكثر، وهكذا. لكن لا يمنع أن هناك ظواهر إيجابية يمكن أن تتجلى على السطح. علينا أن ندرس هذا دراسة علمية دقيقة لنتهيأ لكل هذه الأمور، لننمي إيجابياتها التي ستظهر ونطورها أكثر فأكثر، ولنضبط سلبياتها ومساوئها أكثر فأكثر. هذا ما أطرحه باستمرار. والآن حينما طرحت علينا فكرة إقامة مؤسسة عملاقة استراتيجية كبيرة في لبنان، حيث تزداد ظاهرة المخدرات وظاهرة الكحول، تزداد هذه الظاهرة وظاهرة التدخين الذي ألاحظ أنه يقتل في الجالية هنا، يقتل في السنة في الجالية هنا عشرات الأشخاص. وقد قتل في أوروبا في السنة الماضية قتل حوالي 700,000 شخص في أوروبا، وصرفت أوروبا على أمراض التدخين 30 مليار دولار لمعالجة أمراض التدخين. والتدخين يتفشى في الجالية بقوة، وخصوصا ظاهرة النارجيل يتفشى بقوة، ويموت الناس بكثرة جراء التدخين. يعني المخدرات تقتل العقل، والتدخين يقتل الحياة ويقتل الجسد. وفي لبنان تزداد المخدرات أكثر نتيجة الخوف والرعب والتعقيدات السياسية وشبح الحروب الذي يرعب البشر والناس، فيهرع الشباب والصبايا إلى تهدئة أعصابهم بواسطة المخدرات، بدل أن
يرجع إلى الإيمان والثقة بالله والتدبير والعقلانية وما إلى ذلك. وهكذا يعالج المريض بقتله. وماذا يحصل من خلال وجود مؤسسات الدولة هناك؟ تأخذ المدمنين ثم تعذبهم وتضربهم وما إلى ذلك لتمنعهم من المخدرات، فيزداد أخذهم للمخدرات ليتجنبوا الآلام الفظيعة التي أنزلت بهم جراء التحقيق وجراء حبسهم وما إلى ذلك. هذا ليس حلا لمظاهر الإدمان. الحل الصحيح أن تؤسس مؤسسة قوية دقيقة فعالة وأيضا عصرية تقوم على الأسس التالية. أولا أن يشرف عليها المؤمنون والمؤمنات. أولا أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، خالصة لله ولخدمة الإنسانية كل الإنسانية، وللبشر كل البشر، وللبنانيين كل اللبنانيين، من كل الطوائف ومن كل الاتجاهات، لأن المريض مريض. هذا أولا. الأمر الثاني أن يشرف عليها مؤمنون ومؤمنات مخلصون لله تبارك وتعالى، ينذرون أنفسهم لخدمة الأجيال ولخدمة شبابنا وصبايانا ولخدمة شعبنا بشكل عام. وكذلك الشرط الثالث أن يقوم عليها خبراء متخصصون جدا جدا، وهكذا تتم معالجة المدمن المريض، فيتم إدخاله إلى هذه المؤسسة مع احترام إنسانيته ومعالجة مشاكله، وتكليف أيضا من يقوم بتنمية قيمه الروحية والداخلية وتقوية ثقته بالله تبارك وتعالى وبنفسه. وهكذا تستطيع هذه المؤسسة أن تقوم بفتح كبير في الشرق الأوسط. لماذا الاهتمام في الشرق الأوسط بالحروب وبالقتل وبالمشاكل وبالفتن، بدل أن يتم الاهتمام بتنمية البشر ورعاية البشر وخدمة البشر؟ وهكذا تجلى هذا الموضوع. والحمد لله حينما سمعت به وحدثت عنه شعرت بالسعادة، وشعرت أن مستقبلنا في خير إن شاء الله، وأننا بدأنا نمسك بأزمة توجيه المستقبل، وبالتالي توجيه حركة التاريخ وامتلاك أزمة فلسفة التاريخ في تطوير التاريخ وجعله تاريخا متقدما ساميا حضاريا وفاعلا. ذكرت أكثر من مرة أن الإسلام أوجب علينا أن نكون أقوى الأمم في التقدم وفي الحضارة وفي الصناعة وفي الفكر وفي العلم، أن نكون أقوى الأمم، وأن هذا واجبنا، حيث يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الوسطية تجمع كل الأطراف، تشكل محورا لكل الأطراف، لكل الأديان، لكل الأفكار، لكل الفلسفات. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، شهداء على العالم كله.
وكذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان هنا كانت تامة. وجدتم، كونتم، جعلتم من قبل الله تكوينيا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وحينئذ نجد أن الإسلام لم يقبل لنا الخنوع، ولم يقبل لنا الرجعية، ولم يقبل لنا التخلف، ولم يقبل لنا الفرقة، ولم يقبل لنا الجهل والمرض والكسل والفقر، بل دفعنا لكي نعالج مشاكل الفقر ومشاكل الجهل ومشاكل المرض ومشاكل التفرق الاجتماعي، وأن نقاتل في سبيل الله صفا كأننا بنيان مرصوص، وهي الفلسفة البنيانية. هناك فلسفات تركز على الشظايا والتشظي، أما الإسلام فإنه يعتبر المؤمنين جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر وبالحمى. الإسلام انتقل من فلسفة العبودية وفلسفة الطبقية وفلسفة التشرذم وفلسفة التشظي وفلسفة التجزؤ إلى فلسفة الوحدة العالمية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا، العالم يتعارف، والعالم صديق لنا، كل العالم، إلا من يخرجنا ويطردنا من ديارنا كما حصل في صربيا وفي إسرائيل. هؤلاء الأمر يختلف، لكن كل العالم يمكن أن يكون صديقا لنا، لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يمنع عليكم أن تتحالفوا معهم وتصادقوهم. أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. مناهج رائعة ومبادئ عظيمة لتوحيد البشرية وتقارب البشرية وإطلاق صحوة السلام العالمي القائم على خدمة البشرية والاهتمام بالمستضعفين في أنحاء العالم. وهذا المشروع مدماج استراتيجي في هذا الاتجاه، لأن الله يحبنا أن نقاتل في سبيله صفا كالبنيان المرصوص. نقاتل ماذا؟ نقاتل الفقر، نقاتل الجهل، نقاتل التخلف، نقاتل الرجعية، نقاتل التشرذم، نقاتل الفتنة، نقاتل العصبية، ونركز على الوحدة والتقارب والمحبة وخلق سيمفونية عالمية يتكامل فيها الكل. وهذا ما أسميه بالفلسفة البنيانية. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالبنيان المرصوص ليس مجرد تجميع خردوات في كيس وهي متشظية ومتفرقة، بل البنيان المرصوص هو تجميع وظيفي دقيق فعال يشترك فيه الأغنياء والمفكرون والمثقفون والعلماء وفلاسفة العالم لإنتاج مقولة تتوافق مع القيم الإلهية في الأرض، وهكذا تنطبق
وتتلاقى وتتوحد القيم الروحية مع القيم المادية لنبني عصرا عالميا جديدا. وهذا المشروع جزء استراتيجي ومرحلة استراتيجية في هذا التقدم وفي هذه السيرورة وفي هذا المسار. شكرا لكم أيها الأحبة. وإن قل عددكم في هذا الاجتماع فأنتم كثيرون بالنوعية. نوعيتكم نوعية تؤمن بالعمل البنياني وبالفلسفة البنيانية وبالتكامل والتعاون المركز على الأهداف وعلى بوصلة الأهداف المدروسة المدقق بها. ولهذا أقول لحضراتكم نحن نسعد بكم ونعتز بكم ونستطيع أن نهنئ أنفسنا بهذه الوجوه وبهذه الشخصيات المهمة التي تعي هذا الدور وتدرك هذا الدور. فلله دركم وعلى الله أجركم وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.